الأداة الأقوى في عمل البرزنتيشن ألا وهي جاما. لكم أنفع مقدم برامج ما سمعتوش الكلام. هنبحث عنها. بعد ما نبحث عنها تظهر عندنا بالشكل ده. هنضغط عليها. تظهر عندنا الواجهة الرئيسية بالشكل ده. تمام. أول حاجة بيبقى عندك في الحساب الجديد 400 كريدت. حساب جديد ليه. تمام. هنروح هنا ونضغط create new AI. تمام. هيظهر عندنا هنا four options. هنبدأ بأول حاجة موجودة معانا ألا وهي إن أنت بتكتب البروموت. وبعد ما تكتب البروموت هو بيبدأ ينشئ سلايدات لوحده. هيظهر عندنا بالشكل ده البرزنتيشن. وعندك طبعا اوبشن تانية، لكن احنا النهارده هنتكلم عن البرزنتيشن بس. اول حاجه موجوده معانا مثلا الكاردز، اللي هي السلايدات اللي موجوده معاك. تمام. معاك من واحد ل 10 كاردز بتبقى فور فري. تقدر تستخدمها فور فري. لكن سلايدات او الكاردز فيما فوق بتبقى بالنسخ البلس والبرو فيما فوق يعني. تمام، حلو جدا. واحنا ممكن نخليها زي ما هي 10 سلايدات. بعد كده معاك حاجتين اللي هي كلاسيك واستوديو. الكلاسيك دي فور فري. الاستوديو دي لازم تفعل النسخة البرو. وعادي لو انت بتشتغل بالبرزنتيشن بشكل دائم انصحك يعني تفعل النسخة البرو او البلس. تمام، حلو جدا. هنا السايز بقى. تمام. معاك ديفولت. معاك تراديشنال اللي هو زي السايز بتاع يوتيوب. تمام. وتول. طب دلوقتي حلو جدا هنخليها زي ما هي ديفولت. اوكي. بعد كده معاك اللغات. اللغات معاك بقى العربي الحلو جدا هنا. ان انت اللغات بكذا لهجة، يعني هتلاقي اللغة نفسها بكذا لهجة. تمام. هنا العربي مثلا وبعد كده العربي السعودي. تمام، حلو جدا. الانجليش مثلا انجليش انديا، انجليش يوكي، انجليش يو اس. معاك الفارسي بقى والاردو والاسباني والايطالي. لغات كتيرة قوي. تمام، حلو جدا. يعني احنا دلوقتي مثلا ممكن ناخد اكزامبل عشان نوريكم الدنيا عاملة ازاي. ممكن ناخد ده مثلا وندوس هنا على هتدوس هنا على generate outline. هيبدأ بقى يجيب لك الحاجات الرئيسية بتاعة السلايدات كلها من 1 ل10 على حسب ما انت طلبت. يعني احنا هنا طلبنا 10 كوردز وخليناها كلاسيك وديفولت. تمام. واللغة بالعربي. تمام، حلو جدا. طب انا دلوقتي مثلا في نقطة مش عجباني عايز احذفها. هاجي هنا اضغط عليها. ممكن تدوس هنا وهتحذف النقطة دي مثلا. تمام. طب انا دلوقتي مثلا عايز اشيل نقطة معينة واعدلها مثلا هنا. حاجة كده واعدلها واكتب اللي انا عايزه. خالد مثلا رمضان. اوكي، حلو جدا. حلو جدا. ممكن هنا ممكن اجي هنا وادوس على add chords واحط الحاجة اللي انا عايزها براحتي جدا. تمام. لكن انا دلوقتي مش عايزها لان انت لو خليتها 11 سلايد تمام هيبقى لازم تفعل النسخة البرو او بلس. اوكي، حلو جدا. ده التنسيق بقى بتاعها. تمام. تقدر تنسقها كده، تقدر تنسقها كده، تقدر تنسقها كده. حلو جدا. هخليها زي ما هي. بعد كده معاك بقى الاشكال بتاعت السلايدات نفسها. في هنا 6 اشكال موجودين معاك تقدر تعملهم. وانا دلوقتي عايز مثلا الاميك سورس. الصور دي هتبقى من فين؟ من ويب بيج ولا هتبقى من اي اي وكده؟ ممكن نخليها اي اي زي ما هي مثلا. تمام. والاي اي اميج موديل دي الموديل بتاعت الاميج نفسها. هنخليها برضو زي ما هي. ممكن هنا مثلا نختارها فوتو. وبعد كده ندوس جنريت. بيعمل جنريتنج. هنستنى.
حلو جدا. هتبدأ بقى النتيجة تظهر عندنا هنا بالشكل ده. بصوا كده السلايدات بتتعمل ازاي قدامكم، والصور دي كلها AI. حلو جدا، يعني منظر جميل صراحة. دي سلايدات اللي موجودة معانا.